بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق من نعمته سترا نحمده ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فيا أمة الإسلام، إن الستر نعمة من نعم الله وهباته لا تطيب حياة الناس إلا به. وستر يا عباد الله هو تغطية العيوب وكتم المساوئ والزلات قولا وعملا. ولقد اتصف ربنا بهذه الصفة الجليلة فهو سبحانه الستير. ففي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، وهذا من كمال رحمته وتمام فضله علينا. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. وروى البخاري في صحيحه أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يدع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. إخوة الإيمان، من أسباب ستر الله للمسلم في الدنيا والآخرة أن يستر المسلم على أخيه المسلم ولا يفضحه إن رأى منه ما يكره أو رآه في موضع معصية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات الناس وفتح سترهم، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ومن الستر نهيه صلى الله عليه وسلم عن المجاهرة بالمعصية بعد أن سترها الله على فاعلها، فقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكسب ما ستر الله عنه، والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق من نعمته سترا نحمده ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله عز وجل، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله عز وجل. وقال الحسن البصري رحمه الله: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. وعن عثمان النهدي قال: إن المؤمن ليعطى كتابه في ستر من الله تعالى فيقرأ سيئاته فيتغير لونه.
ثم يقرأ حسناته فيرجع إليه لونه ثم ينظر وإذا سيئاته قد بدلت حسنات فعند ذلك يقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال العلاء بن بدر لا يعذب الله عز وجل قوما يسترون الذنوب. وعن محمود بن آدم قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد. وعن عبد الله بن المبارك قال كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر فيوجر في ستر ويوجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. وقال الفضيل بن عياد المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. وعن عبيد الله الجيلي قال من رأيته يطلب العثرات على الناس فاعلم أنه معيوب. ومن ذكر عورات المؤمن فقد هتك ستر الله المرخى على عباده. وقال ابن رجب روي عن بعض السلف أنه قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم. وأدركت أقواما كان لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. إخوة الإسلام فمن كان حريصا على ستر إخوانه فإن الله تعالى يستره في موقف هو أشد ما يكون احتياجا إلى ستر الله وعفوه. إخوة الكرام لنجتنب التواصل الحديثة التي أفشى فيها بعض الناس الخصوصيات وتتبع العورات وتعدي على الحقوق والحريات خاصة في حق الضعفاء والصغار. فلا يحق لأحد هتك ستر أخيه فمن كشف عورة أخيه كشف الله عورته والعياذ بالله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.